بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل النهاردة حاجة حلوة قوي، بقلاوة من اروع واحلى الوصفات الحلوة اللي ممكن تجربوها، بتنافس اشهر محلات الحلواني. طريقة سهلة جدا، في 10 دقايق تكوني عاملاها، في منتهى الجمال والحلاوة، مقرمشة من بره وناعمة وطرية من جوه. اسمعوا القرمشة كده، والحشوة كمان ناعمة بتدوب في البق دوبان كده، حاجة كده هتحبيها جدا. عاوزة اقول لكم كل الطرق اللي فاتت كوم والطريقة دي كوم تاني. اقتصادية، ناعمة بتدوب في البق، من لفة جلاش واحدة حوالي 350 جرام، اقل من نص كيلو يعني. هتعملي كمية حلوة جدا اللي انت شايفاها دي، وهتنبهري بجمال طعمها. سجليها رمضان والعيد. ولو عجبتك الوصفة اضغطي لايك واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي، ويلا نبدأ على طول. هنسمي الله، واول حاجه هنحضرها هي الشربات، لاننا بنحتاجه للجلاش بارد. في حله كده او كسرولة هنضيف فيها كوبايتين من السكر، وبنفس الكوبايه هنضيف كوبايه ونص من الميه، ونص عصير ليمونه. ومش هقلب علشان السكر ما ينطرش كده على جوانب الحله ويسكر معانا. هرفعه على نار هادية لغاية لما السكر يدوب تماما ويغلي معاكي. بعد الغليان بنعلي النار ونسيبه يغلي لمدة 7-8 دقايق، وبعد كده بنضيف الفانيليا. بعد كده بنطفي النار ونسيبه لما يبرد أو يبقى دافي. تاني حاجة هنحضرها هي الصاج أو الصينية اللي هنرص فيها البقلاوة. هدهنها كده بمعلقة سمنة ونسيبها بقى على جنب دلوقتي. والخطوة اللي بعد كده هنحضر الحشوة بتاعتنا. عندي ربع كيلو سوداني طحنته بالشكل دوت في الكبة، وبقى بالشكل ده. لو لسه في حاجة كده بسيطة ما اتطحنتش كويس مفيش مشكلة، هنسيبه. بس أهم حاجة إنه يكون معظمه مطحون جدا ناعم بالشكل ده. أنا استخدمت سوداني، بس تقدري تستخدمي أو تشكلي الحشوة بتاعتك زي ما انت عاوزة. فستق مع سوداني، لوز مع سوداني، التلاتة مع بعض، حاجة واحدة من الاتنين المتاح عندك اشتغلي بيه. عندي كمان 100 جرام جوز الهند. جوز الهند ممكن تستغني عنها لو مش حباها. هجيب بولة بقى واسعة كده، وهحط فيها السوداني وجوز الهند، وهضيف عليهم معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار مية زهر، بتدينا كده ريحة حلوة قوي للحشوة. كمان هضيف 4 معالق كبار سمنة بلدي. ممكن تستخدمي سمنة بلدي أو أي نوع سمنة بس تكون ريحتها كويسة، وممكن كمان زبدة بس تكون سايحة يعني. أي نوع سواء سمنة أو زبدة بلدي تكون سايحة شوية. تمام. السمنة كده بتدي تماسك كده وريحة حلوة قوي للمكسرات. بعد كده هضيف معلقة كبيرة عسل نحل، علشان فايدة العسل هنا انه بيربط لي كده الحشوة، بيعمل تماسك يعني. تمام، يعني ما يخليش الحشوة كده تفرط او تقع من الجلاش بعد التسوية. ممكن تستغني عن عسل النحل لو مش موجود، وتاخدي معلقتين كبار من الشربات اللي احنا عملناه ده، اللي هو شربات الجلاش اللي عملناه. بنقلب بقى المكونات دي كده مع بعضها بالمعلقة، بس الافضل نعجنها بايدينا علشان ايه تتماسك اكتر. وكده خلاص بقت جاهزة معانا. نسيت بس اقول لكم بلاش تضيفوا زبيب لانه ممكن يتحرق اثناء التسوية. عندي هنا بقى لفة جلاش وزنها 350 جرام. الجلاش اللي انا استخدمته جلاش العلب اللي هو بتاع الشركات، بيبقى وزنه قليل شوية. لو عاوزة نص كيلو يبقى تجيبي السايب اللي بيتباع في محلات المعجنات، اللي هو مثلا بيتباع فيه الكنافة والقطايف والرقاق الطري والشعرية والجلاش يعني والحاجات دي. بيبقى الوزن بتاعه مظبوط كتير، وكمان بيبقى احلى، بيبقى طري كده وطازة ومش مقطع ولا مكسر. خلاص، هاخد بقى منه ورقتين، وبقية الجلاش هغطيه كده بفوطة وهسيبه على جنب، علشان يعني لما بيتعرض للهواء بينشف بسرعة، فالافضل ان احنا نغطيه بفوطة. وعلى طول كده هفرد ورقتين الجلاش، وهجيب كده عود خشب هحطه كده على اول الورقة، وهتني جزء من الورقة صغير كده عليه. العود الخشب هنا فايدته ان هيخليني يعني اعرف اكشكش البقلاوة كده عليه. خلاص، هنشوف واحنا بنشتغل. عندي هنا نص كوباية من السمنة البلدي السايحة شوية. لو احتاجنا يعني سمنة تاني هنزود، بس انا ايه يعني استخدمت نص كوباية كده في الاول.
هدهن بقى وش الورقة بالسمنة، خلي الورقة ممسوحة كلها بالسمنة. وعندي كمان نص كوباية حليب، هاخد كده من الحليب بالفرشة وهدهن وش الورقة كده بحاجة بسيطة يعني من الحليب، وهقول لكم فايدة الحليب ايه. بس لما نخلص بس لف الورقة الأولانية. خلاص دهنا الورقة بالشكل دوت بالسمنة والحليب. هنحط بقى الحشوة بتاعتنا في الأول خالص عند العود الخشب، ونحاول كده نلمها على بعضها علشان ما تفرطش كده من البقلاوة بعد التسوية. وبعد كده بقى نبتدي نلف رول بمساعدة العود الخشب، وبعد كده في الآخر بدهن طرف الجلاش، الورقتين نفسهم بدهن كل طرف بالسمنة علشان يلزقوا في بعض كده ويلزقوا على الرول كويس. بعد كده ببتدي أكشكش الورقة من الجنبين كده بإيدي كده كشكشة بسيطة. بعد كده بنزل بيه بنزل بالرول في الصينية بالشكل ده. بس للأسف الصينية طلعت يعني صغيرة شوية، كانت عاوزة تبقى أعرض من كده شوية. يعني لو صاج مقاس 30 في 40 كان هيبقى مظبوط جدا. خلاص بنغطي برضو وش الرولات اللي احنا بنعملها برضو بنغطيها علشان لو اتعرضت للهواء هتتكسر مننا. خلاص هناخد بقى ورقتين كمان هنحط العود الخشب في الطرف في الأول كده، وبعد كده بندهن بالسمنة. فايدة السمنة هنا انها بتخلي الجلاش بيبقى ناعم كده وبيدوب في البق، وكمان بيخليه خفيف وناعم. ممكن تضيفي مع السمنة زيت بس يعني انا ما بفضلوش علشان ما ينشفوش قوي. يعني لو هتضيفي زيت يبقى ربع كمية السمنة. بالنسبة للحشوة لو مش عاوزة تحشي مكسرات ممكن تحمري كده شوية كنافة بعد طبعا ما تنعميها، وتضيفي عليها شوية بسيطة كده من المكسرات او من غير مفيش مشكلة، وهتضيف عليها معلقتين كبار شربات وبعدين معلقتين سمنة كده وتخلطيها كده مع بعض وتحشي بيها. خلاص كده خلاص خلصنا الورقة التانية وعملناها رول وكشكشناها بالشكل دوت وهنحطها في الصينية. الرول التالت بنفس الطريقة ندهن وش الورقة بالسمنة وبعد كده حاجة بسيطة كده من الحليب. وفايدة الحليب هنا انه بيدي طراوة كده حلوة قوي للبقلاوة بتاعتنا او للجلاش عامة، بيخليه كده هش وطري وطعمه بيبقى ناعم كده وجميل. هخلص انا بقى باقي الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. ودي كل الكمية بعد التشكيل. طبعا السمنة اللي كنت بدهن بيها الجلاش خلصت لان كانت نص كوباية، فزودت شوية كمان عشان ادهن الوش. تمام بدهن الوش كده يعني بشوية سمنة كتار كده، يعني ايه خليكي كريمة كده علشان يطلع معاكي ناعم كده مش معضم وناشف. ولو السمنة زيادة في الصينية بعد التسوية يبقى يصفيها. بنقطع البقلاوة بالشكل دوت، ممكن تقطعيها قبل ما تضيفي السمنة او بعد ما تضيفيها مفيش مشكلة. خلاص بنقطعها كده بالشكل ده، الحجم يكون متوسط، حجم الواحدة يكون وسط بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بدخلها بقى فرن سابق التسخين، تكوني مسخناه قبلها ب10 دقايق. بنشغل من تحت بس، وبعد كده بندخلها على الشبكة في النص على درجة حرارة 200. واول ما تلاقيها اخدت لون ذهبي من تحت بنطفي من تحت وبتشغلي الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. وفي بعض الاوقات او بعض الافران بتلاقي الجلاش احمر من تحت ومن فوق مع بعض. خلاص هو هياخد في الفرن حوالي نص ساعة. واول ما يخرج من الفرن بنسقيه بالشربات، والشربات بيكون بارد او دافي. وبعد كده بنغطيه وبنسيبه يشرب الشربات براحته حوالي كده نص ساعة. وبعد كده زي ما انتوا شايفين اهوت شرب الشربات، وانا صفيت جزء كده منه، يعني صفيت الشربات الزيادة وهوريه لكم برضو صفيت قد ايه منه. بعد كده بقى بزينه بالسوداني او فستق او جوز الهند المتاح عندك، وممكن تسيبيه كده من غير تزيين. هو شكله وطعمه مش محتاج اي حاجة تاني خالص، في منتهى الجمال والطعامة والشكل زي ما انتوا شايفين روعة يعني فوق الوصف، حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين شكله قد ايه جميل بعد ما زينته كده
يعني بصوا اللون بتاعه حلو جدا، تحفة. التزيين بتاعه حلو، شكله جميل قوي. يعني بصراحة هتاكلي بقلاوة هتحسي كده انك اول مرة تاكلي بقلاوة من طعمتها وحلاوتها. مستوية مقرمشة من بره زي ما انتوا شايفين اهي، ناعمة من جوه، الحشوة متماسكة وطرية، طعمها خطير جدا في منتهى الجمال والطعم. جربوها مش هتندموا. ويلا سجلوها لرمضان والعيد، وبألف هنا وشفا للي هيجربها. كده الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد أنا بنزله. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.